فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. هذه مقصودة كيفاه يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس. هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله هي اللي حكمته، إني ندم على النهار اللي زاد فيه. اذا هنا كاين واحد التناقض السي بن سديره، فهمتيني؟ حاول تراجع راسك. هذا المره فاش كنت تبغي تتهم المغرب ولا تحمل المسؤوليه للمغرب بسبب المشاكل اللي كاينه في الجزائر، والجزائر اصلا فهمتيني هي مشكل وعايشه في المشاكل وهذا، والشعب الجزائري مسكين ضحيه الشعب الحر ديال هادشي كامل في دوله ديال الغاز والبترول. عارف كيفاش بحال دابا تخرجها المغرب باغي يساعد مالي، الجزائر شغلها في هادشي هذا. فاش كيضر هادشي هذا الجزائر؟ فاش كيضرها؟ واش مالي ولايه جزائريه؟ اللفعه راهي في الحجر نتاعها، اللفعه في المقاره تاعها، في الحجر، في الجحر نتاعها. واش داني خلط في جدها ياسي؟ هذا اللي كنت نقول لكم فيه هنا. واش دانا الفم السبع؟ خلونا تحوسون على المشاكل. اذا هاي مالي نقزوها كما يقول لك الناس، ينقزوا في الحمار ويتخباو مور البردعه. وشكون اللي نقزوها؟ اكيد نقزتها السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناتكم تي في، تبارك الله عليكم، وتحية لجميع المغاربة الأحرار فين ما كانوا. الموضوع ديال هذا الفيديو غادي نتكلم على الإعلام الجزائري والأبواق ديال النظام الجزائري المصدية والهجوم ديالهم على المغرب كيف ديما، وعلى الإمارات وعلى مالي وعلى النيجر وعلى دول الساحل، بخصوص الاجتماع اللي كان هنا في المغرب. حنا ما عرفناش بحال دابا النظام والاعلام والابواق والدوله محتاجين يبقاو مستمرين في هذا الفشل ديالهم اللي كيعبروا عليه بهذه الطريقه، في هذا الخبث ديالهم، في هذه القباحه ديالهم، في هذا الحقد ديالهم، في هذا الكره ديالهم. المغرب ما عرفناش احتالين يبقاو مستمرين في هذه المهزله اللي عايشين فيها. احتالين دابا الاعلام الجزائري، الابواق، الذباب، علاش كتهاجموا مثلا دول الساحل؟ علاش كتهاجموا مالي؟ علاش كتهاجموا النيجر؟ علاش كتهاجموا الامارات؟ علاش كتهاجموا المغرب؟ علاش كتهاجموا مثلا هاد الدول اللي تيجيو للمغرب وكيديروا علاقات مع المغرب واتفاقيات مع المغرب من اجل المصالح ديالهم؟ علاش كتهاجموهم؟ علاش كتهموا الامارات والمغرب بانهم تيتامروا على الجزائر، تيحرضوا دول الساحل على الجزائر، ضد الجزائر؟ اصلا شكون هي هاد الجزائر؟ شكون هي هاد الجزائر؟ شنو عند الجزائر؟ وكيفاش كتعيش الجزائر باش غادي يتامروا عليها؟ شكون هي؟ حنا بغينا نعرفوا شكون هي الجزائر. الجزائر لا شيء، تلعبها ما كاين تلعب الجزائر المشاكل، الازمه، الطابورات، فهمتيني، المعاناه، الفشل، الفساد، الخراب، هذه هي الجزائر. شكون هي الجزائر باش يتامروا عليها؟ باش المغرب والامارات يضيع وقته وغيضيع فهمتيني جهدو هذا باش يتامر على دوله بالغاز ديالها والبترول ديالها فاشله. واش نتوما كتكذبوا على راسكم؟ واش كتحاولوا بحال دابا تعطيو واحد الصوره على راسكم بانكم نتوما شي حاجه؟ راه لا شيء، هذه هي الحقيقه. غير نتوما بحال دابا تتحاولوا تبينوا بان المغرب كيتامر والامارات على الجزائر وكذا باش تبينوا راسكم بانكم ما عرف شنو كتصنعوا، شكون نتوما وكذا وهذا، فهمتيني، باش تحاولوا تبينوا راكم شي حاجه. نتوما لا شيء. علاش ما تهاجموش روسيا؟ علاش ما هاجمتوش روسيا بخصوص قمه اللي كانت في المغرب ديال التعاون المنتدى الروسي العربي وكذا؟ علاش ما تقدوش هذيك روسيا؟ ما تقدوش تقدروا تخرجوا تكلموا عليها؟ لا اعلام ولا ابواق ولا نظام ولا دول، ما تقدروش. هذيك روسيا ديك تحمقكم، تهبلكم، يا ويلكم. على ما تتحقروا على ديك الدول مساكن اللي تتشوفوهم ضعاف وكتحاولوا تستغلوا الضعف ديالهم وتبانوا عليهم ابطال وكذا، وتخرجوا تهاجموا مالي، تهاجموا النيجر، تهاجموا دول الساحل، وتهموا المغرب والامارات يتامروا على الجزائر. واش ما تتمركوش؟ ما تتحشموش؟ واحد البوق من الابواق ديال النظام الجزائري سميتو بن سديره قال لك علاش المغرب
يعاون مالي، يساعد مالي. السؤال مطروح: ما هي فائدة المغرب في مساعدة مالي؟ هل مالي تقع على حدودها؟ لا. هل عندهم فائدة في ثروات مالي؟ لا. هل عندهم مصالح مع مالي؟ لا. إذا ما هو السبب؟ السبب هو إزعاج الجزائر. نخلطوا مالي باش نسبوا مشكل للجزائر. المغرب بغى يساعد مالي، هادشي هذا فاش كيخصكم؟ فاش ضرركم؟ واش نتوما شغلكم؟ واش دابا نتوما بغيتو تساعدوا شي دوله، واش المغرب يقول لكم علاش بغيتو تساعدوا ديك الدوله؟ علاش تساعدوا ديك الدوله؟ وبنس ديرها انت مجرد كذاب، بحال كذابه ديال الابواق اللي تابعين للنظام. مجرد كذاب كتستحمروا الشعب الجزائري، كتضحكوا على الشعب الجزائري، كتستغلوا الشعب الجزائري الحر ماشي اللي تابع للنظام. انت تتقول المغرب علاش بغى يساعد مالي؟ المغرب بعيد على مالي، ومالي ما عنده لا ثروات لا شي حاجه اللي يحتاجها مثلا المغرب، ولكن المغرب تيدير هذا الشيء هذا باش يدير مشاكل للجزائر، باش يدير مشاكل للجزائر، ازمه للجزائر. دابا نمشيو في هذا السياق ديال بحال دابا المغرب بغى يدير ازمه للجزائر بهذه العلاقات ديالو مع مالي ومع دول الساحل وكذا. الجزائر واش ما عندهاش المشاكل باش يدير لها المغرب المشاكل؟ والجزائر كلها مشاكل، عايشه في المشاكل، كتنعس بالمشاكل، كتفيق بالمشاكل، كتغدى الى لقات شي عدس ولا لوبيا ولا هذا بالمشاكل، كتفطر بالمشاكل، كتعشى بالمشاكل. الجزائر كلها مشاكل وهي المشكل. الجزائر براسها مشكله. هاد المشاكل اللي كاينه في افريقيا وما بين الدول وهذا هادشي هذا بسبب التخربيط ديال الجزائر، بسبب التعمار ديال الجزائر، بسبب التشيطين ديال الجزائر، بسبب الشر ديال الجزائر، بسبب الحقد ديال الجزائر، بسبب الكراهيه ديال الجزائر للمغرب. تتقول المغرب بغى يدير ازمه للجزائر، مشاكل الجزائر، داك الشيء علاش اختار يمشي يساعد مالي. واش هذيك كتدخل الدماغ ابنس ديالها؟ وفي نفس الفيديو يقول شنو تتقول؟ كتقول بان هاد الازمه اللي كاينه ما بين مالي والجزائر دارها الرئيس الجزائري. علاش دارها الرئيس الجزائري؟ حيت استقبل هذاك الشيخ ديال الازواد وكذا، فهمتيني؟ ومالي ما عجبهاش الحال، يعني ما كانش عليه يستقبلو. وقلتي بان ومادام غادي يستقبلو يحاول يكون ديك الشيء سري. اذا انت دابا هنا تتقول شنو؟ تتاكد بان ماشي المغرب اللي داركم بمشاكل مع مالي، لا، الرئيس الجزائري ديالكم السي عبد المجيد تبو هو اللي دار هذه الازمه ما بين مالي والجزائر. اش جاب المغرب للمشاكل؟ اش جاب المغرب لهذا الشيء هذا؟ يعني انت كتهضروا الهضره وما كتعرفوش شنو تتقولوا، كتكذبوا وما كتعرفوش كيفاش تمشيو الكذبه، كيفاش تخرجوا الكذبه. على الاقل ملي تتقول المغرب علاش يمشي لمالي وعلاش يدير لمالي وعلاش يساعد مالي وعلاش وهذا باش يدير مشاكل الجزائر، ما كانش عليك تقول الرئيس الجزائري استقبل شيخ الازواد وهذا الشيء هذا ما تقبلوش الماليين وكذا، وهذا هو اللي خلى مالي تستدعي السفير الجزائري وتبهدلو الدوله العظيمه والقويه، قوه اقليميه وقوه الخريبه، بغيت نقول الضاربه وكذا. مالي تستدعي السفير الجزائري وتبهدلو. اذا هنا كاين واحد التناقض السي بن سديره، فهمتيني؟ حاول تراجع راسك هذا المره شكون تبغي تتهم المغرب ولا تحمل المسؤوليه للمغرب بسبب المشاكل اللي كاينه في الجزائر. والجزائر اصلا فهمتيني هي مشكل وعايشه في المشاكل وهذا، والشعب الجزائري مسكين ضحيه الشعب الحر ديال هادشي كامل في دوله ديال الغاز والبترول. عارف كيفاش بحال دابا تخرجها، كيفاش تقنع بحال دابا هذوك الناس اللي بغيتي تكذب عليهم، ديك الشويه ديال الجزائري اللي مساكن هذا كيتكذب عليهم، خصك تعرف كيفاش تكذب. أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل وفد من الأزواد واستقبل
شيخ الطريقة الكنتية تاع الأزواد ورحب به وضحك معاه. هذايا عمل استفزازي وعمل عدائي. أنا نقول نعم بصراحة، نعم كان من المفروض ما نديروهاش، يا إما نديروها في سرية تامة يا إما ما نديروهاش. لأنه أنا لو هذا وزير خارجية مالي يستقبل فرحات مهني أو يستقبل ثعبان الأقرع، نزعفو حنا، نزعفو ونثيرو بلبلة ونستدعيو السفير. قال السي محمد شنو يستقبل هذا الانفصاليين، هذا الإرهابيين هذا. إذا بالنسبة لمالي الشخصيات اللي استقبلها الرئيس تبون بالنسبة ليهم نفس الشيء كما فرحات مهني والثعبان الأقرع ورقص العيون. ما يكونش عندك تناقض في الهضره ديالك. هذه رساله لك السي بن سديره، براكم الاستحمار الشعب الجزائري الحر، براكم تكذبوا عليه. قولوا له الحق، قولوا له حنا راحنا فاشلين، حنا راحنا فاسدين، حنا راه ما بالغاز ديالنا وكذا راه تبهدلنا، راه ما عندناش الكفاءات، راه ما عندناش العقليات، ما عندناش سياسه، ما عندناش دبلوماسيه، ما عندنا حتى لعبه. قول لهم حنا راه حنا تاسسنا باش نحاربوا المغرب، باش نديروا المغرب، باش نعطلوا المغرب، المصالح ديال المغرب، باش المغرب ما يكداش ما هذا. قول لهم هذا هو علاش حنا تاسسنا وعلاش كاينين. اما تحاول تلوحوا ديك الفشل ديالكم على المغرب، علاش بغى يساعد مالي، علاش بغى يساعد دول الساحل وكذا، فهمتيني؟ هذا شغل المغرب. المغرب كيفكر في المصلحه ديال الافارقه، ديال الدول الافريقيه، ديال القاره الافريقيه اللي ما على بالكمش بها نتوما. الدول بغيتوهم يبقاو ضعاف مساكن. وعلاش بغيتوهم يبقاو ضعاف؟ باش تبقاو مستغلينهم، مستغلين الضعف ديالهم وجالسين كتامروا فيهم وكتمشيوهم كيف بغيتو وكذا، فهمتيني؟ ضد الوحده الترابيه كذا. هذا المغرب صافي هادشي هذا اللي بغيتو. اذا المغرب ما تيفكرش هكا كي كتفكروا نتوما. المغرب كيفكر في المصلحه ديال الافارقه والشعوب الافارقه اللي ما تتفكروش فيها نتوما. هادشي هذا تيضركم، والمغرب بعيد عليكم. المغرب ما عندوش الوقت اللي يفكر فيه يدير الجزائر المشاكل. المغرب كيقلب على المصالح ديالو والمصالح العامه. فين ضركم هادشي هذا؟ فين ضركم هادشي هذا؟ شفتوا راسكم بانكم صافي تعزلتوا، فشلتوا، غرقيتوا، تبهدلتوا، دليتوا، ما كاين حتى شي لعبه. المروك كيتامر علينا، المروك مشى دار مع مالي كدا كدا شي باش يدير مشاكل الجزائر، وهذيك سميتها مالي، نتوما سميتكم الجزائر وحنا سميتنا المغرب. شي حاجه بصراحه شي حاجه واخا كتبغي تفسرها وتقنع راسك بها وهذا تقول ربما ما عندهاش علاقه كاع، ما عندهاش علاقه. المغرب باغي يساعد مالي، الجزائر شغلها في هادشي هذا. فاش كيضر هادشي هذا الجزائر؟ فاش كيضرها؟ واش مالي ولايه جزائريه؟ واش النيجر ولايه جزائريه؟ واش دول الساحل ولايات جزائريه؟ حنا بغينا نفهموا الابواق، الذباب، الجراثيم، الاعلام، بغينا نفهموا. واش تقدروا بحال دابا تجاوبونا على هادشي هذا؟ بن سديره فاش بغيت تقول شي حاجه رتبها مزيان وحاول ما تكونش متناقض في الكلام ديالك. مادام غادي تلوم الرئيس الجزائري ما كانش عليه يستقبل الشيخ الازواد وكذا وهذا، ما تجيش تقول للمغرب علاش بغى يساعد مالي باش يدير مشاكل الجزائر، وهذه مؤامرات ديال الامارات والمغرب وكذا وهذا، فهمتيني؟ اذا الجزائر هي براسها ازمه ومشكل، وهي سبب هذه الازمه كامله هي الجزائر، بالخبث ديالها، بالشر ديالها، بالقباحه ديالها، بالعداء ديالها، بقله الوعي ديالها، بالجهل ديالها. هذه هي الصراحه. بصراحه هذا هو اللي بغيت نقول من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زاهد كارثه وخلاص. الله ودي ابقى صب كيف هذاك
ديفو كبير منها لك تنفر. يا ودي ديكو قد بالحملاوي منها وهذاك ما كاين والو. ما نفر منه. ها وديبورا العملاق تاع الناس ديبو قد بالحملاوي ما يقضاش والله ما يقضى ومنا أزمة. أزمة روح منها روح منها نعقبوا منها. أزمة يا مواطنين. أزمة خانقة عند المواطنين. شوفوا شو صار. بلا بوليس موطار مدب. باش تدخل لكم هنايا فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر مشابهة. الجزائر مستهدفة، تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة. هذه مقصودة، هذه مقصودة، هذه مقصودة. كيفاه يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.